السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض شوية جمبري ونعمل منهم أحلى شوربة. أتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو والقناة على اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. أما نيجي ننقي الجمبري نلاقي الجمبرياية اللي هي الطازة اللي ماسكة نفسها الناشفة مش الطرية، بتكون طازة وبتكون كويسة وما تكونش ريحتها زفارة زيادة عن اللزوم. طبعا ما اجي بنضفه بطريقه سهله جدا. بيكون معايا خله سنان، بسيب اول عقله من ورا الراس وبفتح من العقله التانية، بطلع منها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بطلع منها كيس الرمل، بيطلع معايا بسهوله جدا، ولا افتح الجمبريه من ورا ولا اتعب نفسي، وبخلص الكميه كلها بسرعه. طبعا انا كنت مخلصه الكميه كلها، وبوريكم واحده بس او اتنين ازاي انا بطلع منهم كيس الرمل. نيجي بقى لمرحله النقع. بنقعه بملح، بحبه ملح، واعصر عليه ليمون. ليمون يعني اعصر عليه ليمون بكميات، يعني عادي براحتك، ليمونتين تلاتة براحتك. واقلب فيهم كده زي ما انتوا شايفين كده، علشان يتبلوا كلهم بالملح والليمون. هنا نقعتهم حوالي يجي ساعتين تلاتة في الملح والليمون، وبعدين شطفتهم كويس جدا بمية جارية، كويس جدا يتشطفوا كويس قوي 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 قوي، وبعدين يتصفوا في مصفى، ونحطهم في مصفى يصفوا المية اللي فيهم. هنا بقى تعالوا نعمل بقى ايه الشوربه بتاعتنا بتاعت الجمبري. هنحط بقى تلات طماطمات عندنا همت، وعندنا 3 بصلات صغيرين، وقرن شطه، ولو عندك فلفل عادي برضو. عايز تستغني عن قرن الشطه استغني عنه عادي. وهنحط عود قرفه، بيدي برضو طعم جامد للشوربه. وهنحط بقى كنا طحنين ورق لورا وحبهان مع بعضه، وكزبره وكمون وفلفل اسمر وملح. طبعا بنحط معلقه كبيره كزبره ومعلقه كبيره كمون، ونص معلقه صغيره فلفل، ومعلقه حوالي معلقه الا ربع كبيره ملح. وهنحط زي ما انا قلت عود القرفه، ولو عندك كرفس ممكن تحطي. وزي ما قلت لك برضو كنت طحنه ورق لورا وحبهان مع بعض حطيتهم، ونحطهم ونقلبهم مع بعضهم كده يتشوحوا مع بعض وينزلوا ميتهم، والجمبري ينزل ميته ويتشوحوا زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما يتشوحوا وينزلوا ميتهم ازود عليهم ميه سخنه، واسيبهم بقى ايه، واغطي عليهم واسيبهم يغلوا. مش بياخد وقت كتير الجمبري، مش بياخد وقت في السوا كتير، يعني هو دوبك غلوتين وتطفي عليه عشان ما يتهريش منك. زي ما انتوا شايفين هو اول ما بيتحط او يتشوح بيتغير لونه. طبعا الشوربه لو فيها ريم بشيلها زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلت لكم هم غلوتين اتنين وخلاص، انا كده طفيت عليه. طبعا الجمبري استوى وبقى كويس، هو ما بياخدش وقت خالص في السوى على النار، بيستوي بسرعة. طبعا كفاية الريحة واللون بتاع الشوربة والريحة والطعم خرافة كمان يعني. وطبعا الليمون مش بحطه في الاول، الليمون طبعا بحطه على الشوربة في الاخر خالص عشان ما يمررش الشوربة مني. عند الاكل بتحطي ليمون عليها زي ما انت عاوزة.